في الرزق. الله سبحانه وتعالى وضع قوانين ثابتة لا تتغير في الرزق، فإذا فهمناها سهلت علينا حياتنا والأمور الحمد لله تكون ميسرة. القانون الأول أن الرزق ليس فقط المال، الرزق هو مفهوم أشمل بكثير، يتضمن الصحة، العضلات، الفكر، الأولاد، راحة البال، كلها تدخل في مفهوم الرزق. لذلك الفقير إذا رأى رجل غني لا يحسده على ماله، لأنه ربما المال الذي عند هذا الغني معه أمراض ومعه هموم، وهذا الفقير مرتاح البال فيكون عنده رزق أكبر. لذلك يروي أحد الكتاب المصريين عن أحد الممثلين في الستينات أو في الخمسينات أنه قبل أن يصبح ممثل ويصبح غني كان فقير وكان يسير فرأى غني فدعا ربه فقال: يا رب 1,000,000 جنيه ولو مع سرطان. وهذا الرجل الممثل